يا جدعان والنبي 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 لا تفرحونا بجد بجد، يعني الرساله دي للاعيبه الاهلي، والنبي لا تفرحونا. يعني خلاص يا جماعه، خلاص بقى فكك بقى من شغل البقسماط بالجبنه ده. انا عاوز لعيبه رجاله، انا عاوز لعيبه بتاكل فول وطعميه. بقسماط بالجبنه يعني هتلعب لي على الفام انت وانت؟ لا يا باشا، النهارده النهارده خلاص، النهارده خلاص كلها ساعات، كلها ساعات يا بيه. وابو الاغرام في مواجهه انبي وانا في مواجهه بيراميدز، فخلاص خلاص النهارده هنتكلم على كل حاجه، ومعانا اخبار. وممدوح عيد، ممدوح عيد بتاع بيراميدز مكافآت عاليه، مكافآت فوق 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 عشان يكسبونا. وهنتكلم على مفاجأة معتمد جمال في تشكيل انبي. ولكن في البداية كده تصلي على سيدنا محمد عندك في التعليقات، وانا بشكر كل اخواتي ولازم اشكرهم في كل فيديو على راسي على تفاعلهم على الفيديوهات اللي فاتت، فلازم اشكرهم جدا 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 اخواتي وحبايبي. ولكن النهارده عاوزك تنزل في التعليقات تتوقع نتيجه مباراه الاهلي وبيراميدز والزمالك وانبي. تمام؟ ما تنساش انك تعمل لايك، يعني بالله عليك تنزل تعمل اللايك، بالله عليك تنزل تعمل اللايك يا برنس. تمام؟ ولو انت لسه ما اشتركتش فيا ريت تنزل تشترك كمان، عشان نفس الرساله اكتر من 80% من اخواتي وحبايبي اللي بيتفرجوا عليا لسه مش مشتركين في القناه. فبتمنى من اخواتي وحبايبي يا ريت تنزل تشترك معانا في القناه يا برنس، وده يشرفني جدا جدا عشان انت اخويا، انت اخويا. يلا بينا تعالى لي النهارده مباراه الحسم. هتقول لي مباراه الحسم يا عم؟ ماشي، ما هو الدوري لسه خلص يا عم. هو ده اقول لك لا، ماتشات النهارده هيترتب عنها حاجات كتيره جدا. بس انا عندي ملحوظه، عندي ملحوظه. هتقول لي ملحوظه ايه يا عم جيمي؟ هقول لك طب ليه انبي والزمالك ما يلعبوش الساعه 8؟ ده سؤال. مش دي ماتشات الحسم؟ هل فكره دي من يعني انت بصيت في، يعني لو مشيت بمكيال تكافؤ الفرص، هل ده منظر تكافؤ الفرص؟ هتقول لي ازاي يعني؟ اقول لك تكافؤ الفرص في التوقيت ده ان الساعه 5 الجو، انت اديك شايف جو بيبقى حر والكلام ده كله. لازم انت تكافؤ الفرص ان الماتشات دي كلها تتلعب في وقت واحد، كلها في توقيت واحد. تمام؟ يعني ماتش الاهلي وبيراميدز والزمالك وانبي والمصري بتاعي ولا وسيراميكا هيلعبوا بعض، دول كلهم كده يلعبوا الساعه 8. الساعه 8 كلها. تمام؟ انبي والزمالك الساعه 5، وبيراميدز و الاهلي الساعه 8. ده ماتش في ده على طول. تمام؟ دي ملحوظه يعني. احمد دياب رئيس الرابطه قال لك الزمالك طلب مننا اقامه المباراه الساعه 6 بدل 5 ولك واحنا رفضنا. دي ملحوظه يعني. انا بالتالي بشوف كل ايه في اخر، هي بتبقى في اخر جوله. بس انا يعني انت بصيت من جانب تكافؤ الفرص، انا مش عارف برضو هما بيحسبوها ازاي، بس انا قلت ايه دي ملحوظه قلت اقولها لك. تمام؟ عندك برضو حكم مباراه الزمالك وانبي هيكون محمود ناجي. ده هيكون حكم مباراه الزمالك وانبي. هنبدا كده بمباراه الزمالك. مباراه الزمالك وانبي مباراه حاسمه. مباراه الزمالك، واللي عاجبني قوي في جمهور الزمالك حاجه جميله جدا. وليه احنا ما عندناش زي كده؟ وليه احنا ما بنعملش اللقطات دي؟ انت تعالى بص كده على جمهور الزمالك في الفتره اللي فاتت، تلاقي جمهور الزمالك ومعظم صفحات جمهور نادي الزمالك تقول لك ايه؟ يلا يا جماعه كل الناس تعمل لنا فيديوهات وتبعت لنا على الخاص عشان هنجمعها ونرفعها ونبعتها للعيبه. عاوزين ايه؟ نحفز اللعيبه. يلا يا جماعه اعملوا فيديوهات، يلا يا جماعه نزلوا بوستات، يلا يا جماعه ادعموا الفريق. احنا على الله، احنا على الله. احنا ليه ما نعملش اللقطه دي؟ احنا ليه ما نعملش كده؟ ليه ما نعملش كده؟ يعني بجد جمهور الزمالك هو عارف فرقته ناقصه في موضوع اللعيبه والكلام ده كله، عندهم ازمات، ما قداموش غير حل واحد: اشحن فرقتك معنويا، ادعم فرقتك معنويا، وصل لفرقتك ووصل للعيبه فرقتك ان جمهورك في ظهرك، ان جمهورك معاك. ليه احنا ما نعملش التركايه دي؟ هات لي كده حد من صفحات الاهلي او من الناس تبع الاهلي، يلا يا جماعه، يلا يا جمهور اعمل فيديوهات، نزل بوستات دعم، لازم تكسب يا اهلي بيراميدز، لازم نكسب يا رجاله، لازم. مش هتلاقي، والله ما هتلاقي. لان الموضوع يا جماعه بقى كله في بعضه، سلطات بابا غنوبات، سلطات طحينه، سلطه كفته وتمر هندي، وكله اي عك في اي عك.
وربنا يستر علينا. هم كسبونا في الدور الاول 2-0 واللي سجل هدفين وليد الكارتي. تمام. الماتش بتاع النهارده ولا بتاع بكره حسب ما انت بتتفرج على الفيديو، يعني الماتش ده مهم. الماتش ده لازم، مفيش فكره تعادل وخساره، مكسب. وخلي بالك ان هم برضو بيراميدز نفس الكلام، نفس كلامك. الماتش ده للاتنين ضرب نار، تكسير عظام. والناحيه الثانيه لنادي الزمالك، نادي الزمالك هو نفس النقطه. نادي الزمالك بيعجبني يا جماعه اللقطه دي. هتقول لي لقطه ايه يا عم جيمي؟ هقول لك لقطه ان كل مباراه لو ركزت عليها هتلاقي جمهور الزمالك، معلش بس يا جماعه بس هنطلب طلب بس. هيقول لك طلب ايه؟ يعني اهتموا بالماتش ده لان ده ماتش الحسم. هتلاقي جمهور الزمالك كده من بعد ماتش بيراميدز اشحن على ماتش انبي. بص على لاعيبه الزمالك وهم خارجين، محمد شحاته مش عارف كان مين تاني، يقول له لسه الماتش الجاي، لسه هنعمل الماتش الجاي. دي الروح اللي عند اللعيبه، دي الروح اللي واصله للاعيبه الزمالك، دي الروح وديت اللي داخل اوضه اللبس اللي يوصل لك الحاله اللي هي فيها نادي الزمالك في الوقت الحالي. اللعيبه عارفه تلعبها ازاي، والجمهور عارف يوصل يعني يخلي لعيبته تبقى كده ازاي، عارف يوصل لهم الرساله، عارف يدعمهم كويس، عارف يعمل لهم كويس. ده الجمهور. انا كنت بتمنى كده. بص على جمهور الزمالك في الفتره اللي فاتت، دعم بناراته وبتاع ودخلات. اتمنى احنا كنا كده يا جماعه، احنا كنا كده يا جماعه. بتمناها والله بتمناها. تمام. ليه نوصل كده؟ احنا ما كناش كده في يوم من الايام. بص على مدرجك، بص على مدرجك، بس مش هقول لك اكتر من كده. بص على مدرجك، حل مشكله مدرجك، اعرف. يعني بتمنى من كابتن خطيب يلا يا جماعه هات لي الناس دي ونقعد مع بعضينا على ترابيزه واحده نشوف ايه الموضوع المدرج. هتقول لي يا عم لا عادي اللي عاوز يحضر يحضر. اقول لك لا، لازم تحل مشكله مدرجك، لازم ترجع الروح تاني في مدرجك. دخلات، بمرات، تشجيع بروح وبأدب. بس الفكرة لازم تفوق اللعيبة دي، لازم هنا تبقى في ودانهم، كلامك يبقى واصل جوه ودانهم وعارفينك كويس ان انت شايفهم ومصحصحهم. ماتش بيراميدز ده ماتش الدوري. تقول لي يا عم احنا هناخد الدوري، اقول لك لا، اكسب انت ومالكش دعوه، ما تبصش لغيرك، ما تبصش لغير، اكسب بيراميدز انت ومالكش دعوه بحد، اكسب وكمل. ما تبصش لنتائج غيرك، ما تبصش لنتائج غيرك، انت ركز واكسب. الزمالك عنده ماتش انبي، الزمالك داخل الماتش دوت بكل الدوافع. وخلي بالك اللي عاجبني في نادي الزمالك، والزمالك ما كانش كده. هتقول لي ما كانش كده ازاي يا عم جيمي؟ اقول لك الزمالك ما كانش بالعقليه دي في السنين اللي فاتت، ان هو فكره ما بيبالغش في الفرحه، بياخد كل ماتش بماتشه، اللعيبه مركزه تماما. فهو عارف. وخلي بالك اللي عامل النقطه ديت هو معتمد جمال، معتمد جمال يا جماعه، معتمد جمال عارف يعمل او يوصل للعيبته الكلام ده كله، عارف يشحن اللعيبه بتاعته معنويا، عارف يكلم اللعيبه بتاعته معنويا جامد، عارف يفوقهم، عارف يفوقهم كويس. معتمد جمال. تمام. فممدوح عيد يعني عمل مكافأة 250,000 جنيه لكل لاعب لكل لاعب في بيراميدز عشان يكسب الاهلي. يعني في حال فوز على الاهلي كل واحد يا جماعه 250,000 جنيه. ولو تفتكر التصريح بتاع ابراهيم عادل، تصريح ابراهيم عادل لما قال لك بيتعمل مكافآت في ماتش الاهلي اعلى من ماتش الزمالك. فانت هنا تفهم النقطه، تفهم النقطه يا بيه. فممدوح عيد بيقول لك يعني مكافاه 250,000 جنيه لكل لاعب في حاله فوز على الاهلي. عندك بقى يعني يا اسطى ده، يعني انا اللقطه دي عجبتني، ضحكتني والله. قال لك يعني اون سبورت تقول لك تروب طلب من لعيبه الاهلي ان مفيش حد يتفرج على ماتش الزمالك وانبي. ليه يا اسطى؟ ليه؟
ليه ما تتفرجوش على ماتش الزمالك؟ ناس تقول لك لا عشان اللعيبه ما تتاثرش بالنتيجه، ان لو شافوا الزمالك كسب فهم ينزلوا مضغوطين، لو شافوا مش عارف ايه فهم مالكش دعوه بالماتش ده. يا جماعه دي لعيبه كبار، فهم اكيد عارفين النقطه دي كويس، هم اكيد واصل لهم النقطه، فكره انا ماليش دعوه بغيري، انا ماليش دعوه بغيري، انا انزل اكسب، انزل ادوس على وش اي حد واكسب، ماليش. كفايه بقى طبطبه بقى، كفايه دلع بقى، فوق بقى. خلاص انت كاهلي دخلت في ماتشات الحسم، هتطلع من بيراميدز هتخش على الزمالك، تطلع من الزمالك هتخش على المصري، هتطلع من المصري تخش على انبي. فانت عندك مع وخلي بالك الاهلي مصيره مش بايديه، الاهلي مصيره مش بايديه. هي دي المشكله بقى، يعني هي دي المشكله وهي دي النقطه اللي تقف عندها كتير، ان الاهلي مشكلته مش في ايديه. قصدي يعني فوزه ببطوله الدوري مش في ايديه خالص، لان لو كسب كل ماتشاته تمام، والزمالك كسب كل ماتشاته وبيراميدز كسب كل ماتشاته، الزمالك بطل الدوري. الاهلي هيفضل قاعد مستني الزمالك يتعثر وبيراميدز يتعثروا الاثنين عشان الاهلي يكمل في المنافسه. فدي نقطه كبيره، يعني دي نقطه كبيره. انت اساسا بفرقتك دي باستعداداتك دوت بالفلوس اللي انت صرفتها طول الموسم دوت بالصفقات اللي انت جبتها كده وخلاص، انت اساسا المفروض تبقى متصدر الدوري ده وحاطط رجل على رجل، تبقى متصدر الدوري ده حاطط رجل على رجل، مش تبقى فاهم يعني، مش بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، منظر تقول ايه ده، في ايه، احنا ما كناش كده يا جماعه. ده الاهلي ماسكين الاهلي حاسس ناس تقول لك لا. انا بقى بفكره بقى يا جماعه ايه جو الناس اللي تطلع تقول لك ايه تحفيل ومش تحفيل، وفكره الاهلي مثلا لا هيكسب بيراميدز والزمالك يخسر من انبي بقى كده مش عارف انا اكسب الزمالك فانا كده يا جماعه يا عم الحسبه دي كنت فين انت يا عم المحاسب من بدايه الموسم يعني؟ جاي تحسب دلوقتي؟ جاي تعيش في الاجواء دلوقتي؟ كنت فينك انت من بدري؟ كنت فينك يا حبيبي من بدري لما تيجي تحسب لي كل الكلام ده؟ ماشي. عندك بقى ايه كابتن الخطيب، هنقعد نتكلم كده ونجيب لك ايه اخبار في الموضوع. كابتن الخطيب قال لك ايه بقى؟ يعني هو كان في تكريم سيدات الاهلي ايه ابطال افريقيا والكلام ده كله. قال لك في ناس بتكتفي من البطولات وبتقول احنا حققنا كل حاجه وبعديها كده بتاخد على دماغها. الخطيب فاق، الخطيب فاق، الخطيب بقى يدي تصريحات، الخطيب اتحول لمرتضى منصور، قال لك خلاص بقى زمن السكوت انتهى، تعالوا لي بقى نفر كده. يعني كابتن الخطيب ده قليل قوي لما تلاقي كابتن الخطيب بيتكلم، فلما يطلع هو قال في تصريح تاني معاه بس ده التصريح يعني ايه يعني بارز كده. خلي بالك الخطيب الناس مش متعوده ان هي يقول الكلام ده كله، ماشي. فقال لك يعني في ناس بتكتفي يعني بتكتفي من البطولات، خلاص احنا خدنا بطوله خلص الحوار، ويقول لك كده يبقى هم كده عملوا كل حاجه. قال لك وفي الاخر بياخدوا على دماغهم. تقعد تفكر مين؟ تمام. قال لك برضو من ضمن التصريحات بتاعته، قال لك لكل لاعب في الاهلي اللي مش عارف إيه اهميه وقيمه التيشيرت النادي الاهلي مش هيكون في النادي. يعني اي حد مش لابس التيشيرت ده ومش عارف قيمه التيشيرت ده مش هيكون في النادي الاهلي. هو قال الفكره دي، هو قال التصريح ده، هو قال التصريحين دول. اي حد مش هيكون مش عارف قيمه التيشيرت مش هيكون. وده تصريحات قويه وانا بيعجبني الصراحه في تصريحاته. تمام. فحرفيا كابتن خطيب ايه طار. فهننقل من كابتن خطيب لمصطفى يونس. تقول لي مال مصطفى يونس؟ اقول لك تعالى بقى.
كابتن مصطفى يونس طبعا كلنا عارفينه، قال لك ايه بقى؟ قال لك انا هصدم جمهور الاهلي المره دي. قال لك انا بتمنى الاهلي يبعد عن لقب الدوري كده. قال لك انا بتمنى الاهلي يبعد عن لقب الدوري. هتقول لي ليه؟ انا بقول لك فكره ان الاهلي يبعد عن لقب الدوري قرصه ما بعدها قرصه. قرصه اللي هي فاهم انت من لغاليغه، قرصه اللي هي تفوق اللعيبه دي، قرصه تفوق اللعيبه دي. اللعيبه دي لازم تفوق، لازم تركز، لازم تفوق، لازم تركز. تمام؟ لان النتائج دي يعني تخيل احنا وصلنا لمرحله اللي احنا يا جماعه قاعدين مش واثقين في الفرقه انها تكسب. والله انت مش مصدق يعني. انا الناس قاعده مستنيه الحوار الماتشات والكلام ده، ما فيش حد عنده ذره يعني ثقه ان هو عارف ان هو هيكسب او فرقته هتكسب. انت متخيل احنا وصلنا لمرحله ايه؟ يعني انت متخيل احنا وصلنا لمرحله ايه؟ ما عندكش فكره يعني الثقه ان فرقتي هتكسب. ما فيش الكلام ده. يعني هما اللي وصلونا فكره الحاله دي، حاله يعني ما عندناش ثقه. ما فيش. فهنشوف. عندك يعني قائمه الاهلي نزلت، ومن ضمن الحاجات يعني قائمه الاهلي قال لك ايه؟ تم استبعاد كاموش. كاموش ده اساسا لغز كبير جدا، يعني معلم عليه اساسا، معلم عليه في بتاع عندي لغز. انك جبته لغز وانك تعمل تستبعده كمان ده لغز تاني، لغز تاني. قصه الولا كاموش ده لغز كبير. فكره كاموش انت رحت في يناير تتعاقد مع مهاجم، وانت كاهلي محتاج مهاجم، ورحت تجيب مهاجم عشان يعوض والكلام ده كله، جبته في يناير. انت ما استفدتش بكام، انت بتديله فلوس. انا فكره الصفقات اللي بتيجي والصفقات على الهامش جدا علامه استفهام. يعني دي ده من ضمن اللعيبه اللي جت كتيره جدا علامه استفهام. هتقول لي بقى المدرب اختاره والمدرب ما اختاروش. يا عم انا مالي يا عم انا بالناس دي؟ مين اللي هيلبس الليله بتاعت الناس دي؟ علامه استفهام. ولكن اللي كانت في المفاجاه قائمه النادي الاهلي هو عمر سيد معوض. عمر سيد معوض كان موجود في قائمه النادي الاهلي، وده من ضمن الحاجات اللي تقف عندها كتير. تمام؟ فانا بتمنى والله يا جماعه، بتمنى عمر سيد معوض يلعب، محمد عبد الله لما يعني رجعه من صار. ادي بقى للناس دي بقى، طلع 2 3، خطط في كل موسم انك تطلع لي 2 3. الاهلي بقاله كتير ما بيطلعش ناشئين، ودي كارثه في حد ذاتها يا جماعه. هات لي كده في اخر 5 سنين انت طلعت ناشئ كسر لك الدنيا، مش موجوده. انت كل شويه اروح اشتري ولادك بقى. قطاع الناشئين اللي انت شغال عليه وبتصرف فلوس عليه قد كده، هل ده انت فين يعني الناس تقول لك ايه؟ الناس بتزرع عشان تحصد. هل فين حصادك بتاع الناشئين بتاعتك؟ تمام؟ يعني نفسي عمر سيد معوض ده نديله يا جماعه لعيب كويس جدا. عندك كارثه بقى في موضوع ان حسين الشحات مش هيكون موجود في الماتش. تم استبعاده من المباراه بسبب الايقاف. حسين الشحات، يعني حسين الشحات ده متهيألي هو احسن حد في الخط القداماني، هو احسن حد في الخط القداماني. انا بقول لك مفيش غيره، يعني حسين الشحات احسن حد فعليا يعني. ماشي. فعندك برضو خلاص اعلنوا على العدد الجماهيري اللي هيكون في مباراه القمه. اعلنوا على 40,000 مشجع في مباراه القمه. هيكون في 20 للزمالك و20 للنادي الاهلي في مباراه القمه. هتكون طبعا في استاد القاهره. انا نفسي الاستاد يكون متقفل كده، ونفسي ماتش القمه يتلعب في الملعب استاد مصر، انا او استاد العاصمه الجديده. انا مش عارف اسمه ايه بالظبط. نفسي تحفه يا جماعه، تحفه بجد. انا نفسي اروح تحفه الاستاد ده، استاد تحفه بجد يعني، بجد عاش. انا نفسي الماتش يتلعب هناك. اجواء ايه اوروبيه الملعب ده والله. عندك خلاص حكم مباراه القمه هو حكم اسباني اسمه مش عارف خفير ليبيرو رخاس، ما علينا. قال لك ده حكم عليه قصص وحوارات والكلام ده كله،
ولكن ده اللي هيكون حكم مباراه القمه، حكم اسباني. حكم اسباني. تمام. مفاجاه بقى معتمد جمال هتكون في المباراه هو ان هو هيبدا ببيزيرا. ناس تقول لك طب هو الناس بقى طبعا عارفه مفيش حاجه تستخبى اليومين دول، عارفه ان بيزيرا لو خد انذار في ماتش انبي هيغيب في ماتش الكاميرون. ناس تقول لك ايوه يبقى كده معتمد جمال مش هيلاعب بيزيرا، مش عارف ايه. بس انا بقول لك معتمد جمال هيبدا ببيزيرا، هيبدا ببيزيرا في مباراه انبي النهارده. دي المفاجاه بتاعت معتمد جمال. عندك فكره تشكيل الاهلي اللي هيبدا بيه باذن الله. يعني هو التشكيل مش هيخرج بره الناس دي اساسا. برضه عندنا برضه مشكله في الخط القدامي، يعني مهما عملت هي مشكله في الخط القدام. عندك شوبير في حراسه المرمى، ياسر ابراهيم وياسين مرعي هيكونوا الاثنين قلوب دفاع، محمد هاني هيكون ناحيه اليمين، كوكا خلاص ناحيه الشمال، ثلاثه هيكونوا في نص الملعب، مروان عطيه، ديانج، امام عاشور. ناس تقول لك طب ممكن مكان ديانج تنزل بن رمضان. يعني قصه التشكيل، يعني قصه ديانج دي خلاص يا جماعه، اللعيب عارف فين اللي هو ماشي، اللعيب خايف على رجله اساسا، بيلعب وبيشارك. يعني دي من الحاجات اللي عليها علامه استفهام. ماشي. فزي ما قلت لك خط النص هيكون مروان عطيه، اليو ديانج، امام عاشور. الخط القداماني هيكون زيزو، طاهر في الهجوم، تريزيجيه. تبص الخط القدامي ما عندكش مهاجم، مفيش مهاجم. تقول لي محمد شريف بعيد تماما، انت قاعد عمال تجيب كده وتجيبها كده، انت بقى فاهم، انت ماشيها بالزق، انت ماشيها بالزق. تمام. فماتشات النهارده ماتشات مهمه جدا، ماتشات مهمه جدا فعليا، ماتشات لا تقبل القسم على 2. مكسب يعني سواء الزمالك لو عايز يكمل على موضوع الدوري لازم يكسب انبي، سواء الاهلي او بيراميدز، اي واحد من الاثنين دولت عاوز يرجع تاني للمنافسه لازم حد فيهم يكسب. لو الاثنين اتعادلوا خلاص الزمالك وكسب، خلاص الزمالك تقدر تقول له يعني بنسبه 90% مبروك بطوله الدوري. وصلنا لنهايه الحلقه، كانت طويله، كانت طويله، بس عشان قلت الم فيها القصه دي كلها. فما تنساش اللايك بتاعك وتصلي على سيدنا محمد. ولو وصلت معايا للنهايه فيا ريت يا برنس تقول لي في التعليقات انك وصلت للنهايه. سلام.